الرحيم من برنامجنا صوت الحياة. برنامجنا صوت الحياة المستشار مصطفى عبد الله عنده مؤتمر يوم 30، واحنا النهارده خدنا منه لمسة حلوة كده ان احنا هنعلن عن المؤتمر، عشان احنا هنبقى ضيوف في المؤتمر ونتكرم في المؤتمر. قولي لي يا دكتورة، عرفينا بحضرتك الأول. دكتورة عبير سعد، نائب رئيس مجلس إدارة المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة والمفوض العام لبرنامج تنمية بشرية للجميع. طبعا تنمية بشرية أخونا الدكتور سيد الفقي ده صاحبه وحبيبي، وما صبحتش عليها كل يوم الواحد بيبقى زعلان. احنا سعداء وسعداء فعلا ان انتوا اشتغلتوا على نفسكم واشتغلتوا عملتوا حلم، فعلا حلم المبدع ده حاجات جميله. المستشار مصطفى عبد الله زميلي واخويا ونعرف بعض من سنين طويله. النهارده كلمنا عن المؤتمر بتاعك وقول لنا يوم 30 وهيبقى فين، ومين الناس اللي انت حابب ان هي تبقى موجوده وحاضره المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بشكر حضرتك وبشكر الجمهور الكريم على استماعنا. احنا يوم 30 مايو محضرين المؤتمر الثاني لمبادرة وبرنامج تنمية بشرية للجميع. مبادرة وبرنامج تنمية بشرية للجميع هي بمظلة المهرجان العربي الدولي ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الجائزة للبحث العلمي والعلوم الإنسانية، والغرض الرئيسي منها تقديم كل علوم الغائب الحاضر الدكتور ابراهيم الفقي رائد التنميه البشريه، والعلوم المستحدثه منها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والفن التشكيلي وكل ما هو علوم. حضرتك عملت اكتر من 100 مؤتمر، كل مؤتمر له بصمه وله كلمه وكل مؤتمر بمسمى. حضرتك ليه اعتمادك على اللي هم ذوي الاحتياجات ومش بتعتمد يعني كتير على الناس اللي التانية؟ لا بالعكس، انا شغالين على كله، لان كلمه ذوي احتياجات هو كل شخص محتاج للاخر، هو ذوي احتياجات. ايوه، ده توضيح من حضرتك. وانا حبيت برضو اشد النبض كده عشان اعرف ايه اللي جوه حضرتك. لو بصيت لها من النظره العمليه والعلميه، ان ليس بشرط ان كل ذوي الاحتياجات اشخاص ذوي اعاقه، ولكن كل اشخاص ذوي الاعاقه ذوي احتياجات، وبالتالي احنا شغالين على ايه؟ على الاحتياجات، على كافه انماط المجتمع، على كافه الاحتياجات سواء ثقافيه، علميه، تعليميه، رياضيه. احنا بنشوف المؤتمر لو ما سابش بصمه او كلمه او علامه ما بيبقاش ناجح. تمام؟ احنا في مؤتمرات حضرتك بنشوف النجاح وبنشوف